اكتر من 10 افراد في 3 عائلات، يعني 30 بني ادم كلهم مقتولين بنفس الطريقة. مش خناقة، مش ضرب نار، مفيش اي اثر لمقاومة. الاغرب ان الهدوم، الذهب، الفلوس، كل حاجة موجودة في مكانها. يعني القاتل مش جاي يسرق، جاي لهدف واحد بس، يخلي البيوت حمامات دم. بس ليه؟ وليه دول تحديدا؟ واحدة عجوزة قالت دي لعنة مش جريمة. واحد تاني قال الجن هو اللي عمل كده. الإشاعات بدأت تظهر وفجأة بشكل مريب. البعض بيقول انتقام قديم وطار. كل واحد عنده تفسير وحوارات بأشكال مختلفة، لكن ولا تفسير مع دليل واحد بس. الموضوع خرج من إيد الناس وبقى بين خوف وروايات بتزيد الرعب اكتر. اول حاجه لاحظتها الشرطه ان البيبان كانت مخلوعه نص خلع. الباب كانه اتفتح واتكسر بس من غير ما حد يعيقه، يعني كانك بتكسر الباب من غير ما حد ياخد باله. ده فتح سؤالين: يا ترى القاتل كان معاه مفتاح ولا الضحايا اللي جوه البيت هم اللي فتحوه له؟